صباح الخير. متجهين إلى أكتوبر. بقالي كتير أهو ما جيتش. أنت كده ونير يا باشا. ونير؟ كده؟ ده اللي اتحولت ولا الراجل ده أول حاجة يعني أول واحد اتعرفت عليه هنا لسبب بسيط جدا. دلوقتي يعني قلقك رئيسة والخوف الأكبر جدا. لا 9 إلا ربع. من هنا بقى السهرة الحلوة. كوباية شاي على بالليل على شوية سكر وتقلب. مش أحسن من قعدة زي كده مع شخص زي كده. الحمد لله على السلامة يا باشا. أنت لسه جاي حالا. هو حاجة غريبة إن البحر الأحمر كله بيتروح. اليوم بينتهي لأن الكاميرا فصلت. ده ما كناش عاملين حسابه. كارت الميموري اتملى. يا فين؟ انا وصلت يا اسطى. انا دخلت. انت فين؟ انا بقالي كتير اهو ما جيتش. الدور الثاني. تمام. اجيب لك قهوه. انت كده ونير يا باشا. ونير؟ انت كده ونير. ايه رايك يا استاذ؟ صورنا. ده ابني بتصور من عليه. عيب عليك. دلوقتي احنا عندنا محاضرة تبدأ دلوقتي. خلصها وعندنا كلام كتير عايزين نقوله. السكس دي مهمة جدا. السكس دي ده اللي اتحولت ولا جاي زيارة؟ تعالى بقى. ايه ده؟ يوسف جرجس. شغل ناس من التقبلات الفرافير والله كده عليك حبيب قلبي. السلام عليكم. يعني عايز اول حاجه والله بجد حاجه يعني مش شكر مش اهم حاجه علي صوت تطبيلا ولا نفاقا. والله الراجل ده اول حاجه يعني اول واحد اتعرفت عليه هنا لسبب بسيط جدا. شفت في ايده كتاب الاب الغني والاب الفقير. ما شاء الله يخليك. بجد يعني انا من الناس اللي بحب القراءه كمان جدا. فده جذبني ليه؟ لان التعامل مع الانسان المثقف وذو عقل واعي ولديه من المعرفه ما يكفي للتعامل معه، دي حاجه بتخليك تقرب منه جدا. ليه؟ بصوا يعني ادبي اصلا بيتكلم ادبي بيتكلم. بس فنجانين من القهوه مع حديث شيق ممتع يعني تكاد كاتب يا جماعه. خلاص اقنعتني انك كاتب. بتصور كمان؟ بصور كمان. لا انت كده بتغفلنا بقى. سيدنا عمر في روايه يعني الله اعلم بصحتها طبعا بس ان شاء الله تكون صحيحه. بيقولوا ان سيدنا عمر رضي الله عليه كان بيحب السكر فكان بينفق منه عاملا من قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانا صراحه بحب القهوه واي حد بحبه فيلا نشرب قهوه صراحه يعني. وانا بحب امسك كده على سنة. بقول لك ايه معلش هناخد اللقطه دي قد يلا. الله قهوتنا بقى كده. قهوتنا يا باشا. ولي صورة للذكرى دي. صورة للذكرى. انت دلوقتي يعني قلقك الرئيسة والخوف الاكبر بجد يعني مش من الجامعه ولا الكلام ده، لا يمكن انت عندك حاجه تانية ممكن انت مثلا تتخيل كده ايه. هو ازاي دخلوه هنا من غير ما يشوفوا الكارنيه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ ازاي دخلوه هنا كده؟ ازاي يدخل هنا اصلا في الكارنيه القديم يا باشا اهو. يا باشا انا بخش في اي مكان بمزاجي. يا عم نروح يا عم قصة تانية دي. قاعد من غير كارنيه. على كل المواليد بس يعني حدثنا شويه او كلمنا عن مكانك. الشمس بتتحرك يا اسطى. الشمس حلو. الشمس حضرتك انت ايه يا ابني؟ انت جاي من كوكب عطارد الشمس قدامك على طول اول مره اشوفك. لا ما عشان الاضاءه يا ابني. انت شايف احنا بنصور ايه طيب؟ انت عامه يا سلطان انت ايه رايك في اللي انا عملته ده؟ يعني هل هو غلط؟ يعني في ناس مثلا كتير بتشوف ان هو غباء جدا يعني ان هو ايه ازاي بقى مش عارف تسيب هندسه بتاع ما اعرفش ايه. ممكن تكون عقليه قديمه شويه يعني العقليه بتاعت هندسه. هي مش غلط بس عشان الهندسه جالها وقت كانت مزدهره جدا او كانت هي عامله اكبر ضجه، ولكن مع الوقت يعني تطور حضاره كده هي لسه موجوده لسه شغاله والمجال في هندسه عادي جدا يعني. بينفخونا جوه يا جماعه. والله يعني عادي. لسه كنا في محاضره مقدمه هندسه الميكاترونيات تقريبا طالعين كلنا ايه يعني شباب هندسه ميكاترونكس فتقريبا من اتقل الهندسات في الاهلي يعني. لو كنت قلت لحد فكده قريبنا كبير يستغرب جدا ازاي يا ابني انت عبيط.
تحول من هندسه وتروح اللي هو ازاي حاسبات. تحول من هندسه كليه قمه وحاجات كده. فاهم. هو الاعتقاد ممكن يكون مسيطر اكتر على الدماغ من ايام، عشان زمان كانت هي مزدهره جدا. دي لسه العقليه بتاعت زمان لسه زي ما هي بتفكر يعني، وده مش غلط ومش عيب يعني. الموضوع كان متعب من ناحيه كده. طيب انت ليه مثلا ما قدرتش تقول لهم او يعني او ما كلمتهمش في نفس الوقت عن فكره اللي ايه ان حاجه انا بحبها هيكون اداء فيها كويس على الاقل مثلا يعني في انسان ممكن يخش مكان اي نعم هو بيبقى صعب عليه شويه فممكن يعني بيشيل فيه مواد او بيقفل له مواد فبياخد سنين اكتر. السنين اكتر دي هو برضو الناس بتبص لها اللي هو لك يا عم انت خدت هناك سنه وجاي ضيع من عمرك. طب ما انا كان ممكن هناك اخد سنين اكتر المشكله في ايه؟ ان انا في الاول انا كنت حابب هندسه وعايز اخشها ولسه لغايه دلوقتي حابب، بس العوامل اللي خلتني احول دي ان اقول لك ايه، انا مثلا شفت ان انا مش لازم عشان حابب مجال واحد يبقى مفيش غيره. بالظبط. بني ادم ممكن يحب اكتر من حاجه عادي جدا. يعني انت مثلا المجال اللي انت داخله ده مثلا اللي هو مثلا هندسه انت حابه عشان فيه مثلا رياضه وفيزياء وما اعرفش ايه وفي تنفيذ وفي صناعه وفي ما اعرفش ايه، ممكن تلاقي الحاجات دي في مجال تاني عادي جدا. بيعانوا من فكره اللي هو ايه اسمها القناه اسمها القناه بتاعتك وليد دوكيومنت اسكت بقى دوكيومنت. كمل يا اسطى. الطلاب بيعانوا من فكره ان الناس من بئر سبع بينزل فين الكلام ده بقى؟ بينزل على وليد دوكيومنت. يعني يا اسطى كام صفحه؟ يا اسطى انت ما تعرفنيش لا يعني يا عم، انا يوتيوبر يا عم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه صدقه. يعني انا انك تقول لاخوك كلمه كويسه او بتشجعه دي اصلا تبقى حسنه ليك انت. بالك بقى انت ديك شايف دلوقتي الناس اللي تبقى ناس في مكان هو يعني يمكن يكون القمه تلاقي برضه حد بيهد في نفسيته وبيكسر عزيمته. لا مش هنا خالص، لا الكلام مش ينفع يطلع يعني ايه؟ يا جدعان نفس اليوم في اكتوبر لسه معانا يوسف. خد يا يوسف، لسه معانا يوسف بس بالليل. احنا فين اصلا بقى دلوقتي؟ عند يوسف عندهم كده الله اكبر يعني ما شاء الله شقه كده في اكتوبر. فجيت له يعني بالليل شويه، هو قاعد هنا اصلا هنا اصلا من القاهره، احنا دلوقتي في محافظه الجيزه. فجيت له بالليل جيت له كده بعد الجامعه على الساعه مثلا 3 4 بس مشكله الكاميرا كانت فصلت ما عرفتش اصور. نمنا شويه وبتاع وكده، ومن هنا بقى السهره الحلوه بتبتدي. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام؟ 9 الا ربع. ننزل بقى دلوقتي الحصري كده، نقعد بقى الاجواء اللي فاهم اللي هو الجو كان فيه لسعه بروده، نظبط على الكلام كده. احنا رجعنا زي ما تقول كده، رجعنا نمنا شويه ونازلين، فمتجهين اهو الى الخارج. يلا بينا يا ابني. بصوا يا جدعان كلها نايمه في بيوتها، الجو ساقع. احنا بس منطقه هنا جامده الصراحه، مفيش حد فعلا. يلا هو احنا كلاب طيب ولا ايه اللي منزلنا دلوقتي؟ معاك فكه؟ كوبايه شاي على بالليل على شويه سكر وتقلب، مش احسن من قعده زي كده مع شخص زي كده في الحصري. فهو كده داخلي كده، ولو هو في لسعه بروده كده في ظهر البنك الاهلي، مكان دعوه عامه للجميع في قهوه التفاح يعني مش باين اصلا. ماشي تقلب الشاي بتاعك، خد رشفه مع البرد كده. عايز حاجه تاني من الدنيا؟ ملك قاعد ملك، معلش يعني. الله يا اخي، الواحد برضه بيبقى في ايده نعم كتير كده ما بيشوفهاش. ممكن يكتشف ان هو اصلا كان ساعات الواحد بيزنق نفسه في كورنر كده ايه عايز يتبسط يعني، ممكن باقل حاجه يعني كوبايه الشاي دي ب5 جنيه، ساعه حلوه وهزار وكده. احنا دلوقتي حاليا قاعدين مستنيين يوسف، راجل من البحر الاحمر كان معانا الصبح في الجامعه، كان قاعد ساكت ما اتكلمش، بس هنجيبه يتكلم دلوقتي. بس هو يجي بس ما تكلمه كده تشوفوا ايه الدنيا. الحمد لله على السلامه يا باشا. ايه الاخبار يا جماعه؟ يوسف لسه جاي حالا. ازاي الصحه؟ ايه يا عم فينك يا عم؟ اتاخرت علينا يا اسطى والله. علي صوتك. الواحد فاصل بس. الراجل ده يا جماعه خلص الجامعه، قعد شويه في البيت مش عارف ذاكر وعمل ايه، بعد كده راح الجيم، غدى وخد دش ونزل. هو ده. انت عارف احنا عملنا ايه؟ لسه صاحيين من شويه. والله
لو تفتكروا يا جدعان، يوسف طلع في مش عارف فلوج 5 او حاجه كده، اما فطرنا رجاله السكن عزموه صوبيا وبتاع، كان من البحر الاحمر، راجل نينجا يعني، او حاجه غريبه بتعملوها اصلا. نصطاد كتير مثلا، تصطادوا كتير، اغلب اكلكم على السمك يعني، او حاجه غريبه البحر الاحمر كله بترول. كله بترول. الدوله برضو معظم مغذيه الشركات على البترول، معظم شركات البترول عندكم. اليوم بينتهي. في الحقيقه الكلام قطع من شويه لان الكاميرا فصلت. الكاميرا اللي فصلت كارت الميموري اتملى، ده ما كناش عاملين حسابه. الحمد لله يعني. فبصور بالتليفون حتى هتلاقي في فرق في الجوده. يوسف لسه واكل، بس احنا جبنا سندوتشات سوري. ايه ده؟ ده طعمية سوري في فرق بينه وبين المصري بقى؟ لا طبعا، بس كفايه سوري ده، كفايه الاسم. في فرق في الطعم. جامد؟ طعم حمص. حمص. هم عندهم بيعتمدوا اكتر على الحمص، بس جامد قوي يعني. سندوتش سوري ب 10 جنيه، طعميه سوري. هو جايب واحد بطاطس واحد سوري، واحد بطاطس واحد طعميه. يعني مش موضوع موت. الكار راجع بسرعه تاني. ايه بقى خلاص. هسيبكم بقى مع الدوكيومنتري بقى، نروح في حته تانيه يعني. زي يا صاحبي زي. طبعا يا شباب، اكتشفت ان انا الفيديو خلص دلوقتي، قاعدين بين ايديتنج، خلاص قربنا نفنش، بس اكتشفت وانا شغال فيه ان انا نسيت اقفل الدوكيومنتري، ودي اهم حاجه في الموضوع كله اصلا. فمش عارف اللي حصل ساعتها، كان يوم برضه عشان اليوم ده ما رحت اكتوبر، صورت يعني، كنت شغال على فيديو تاني في نفس الوقت، صور برضه موضوع تاني، فكان كده تلاقيني برضه ايه، عرفتش افصل بين ده وده، فنسيت اقفل في ده مثلا، ممكن اكون قفلت في التاني، فانا اعتذر لده. وبعدين اهو بنقفل الدوكيومنتري عادي جدا، محدش قال حاجه، محدش قال رايه في النظاره الجديده. ان شاء الله النظاره دي هتطلع معانا بعد كده على طول، لان انا نظري ضعيف اصلا، بس كنت يعني ايه مش عارف، كنت بستقبل مكسر عن النضاره يعني، بس ادينا عملناها. وبعدين ايه رايكم في الموضوع الشفاف ده؟ شكلي بلوجر يعني، بلوجر ولا مش بلوجر ولا ايه؟ والله ما حد عارف. تنسوناش بقى لايكايه هنا، لايكايه هنا، سبسكرايبايه، نزلوا علينا، الواحد تعبان والله. انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 8 تمام، وشغالين وبتاع، والنهارده الجمعه، يعني الجمعه بتاع اجازه، بس عند الفلوجرز مش اجازه، معلش يعني. فشايفينه صح، اعملوا معانا، نقدر من عند هذه اللحظه